يلا بينا نبدأ على طول. وبنرجع مع بعض نشوف رحلة رحيو مع الجن والشياطين بعد ما عرفت من جارها إنها عندها هبة ربنا اداهالها وتقدر من خلالها تشوف الجن. وبتكون نايمة على الترابيزة في المحل وبتصحى فجأة وترجع سائل أخضر، وبتترعب لما بتشوف الجن في كل مكان في السوق. وفي نفس اللحظة الحاجة مرير الحقودة بتلاحظ إن الزباين مش بيشتروا من عندها وبيروحوا يشتروا من محل أم رحيم، وهي بقى قاعدة عمالة تحقد عليها وتحسدها، والغل بيخليها تروح لها وتقول لها أنا متأكدة إنكم عاملين تعويذة عشان تدمروني وتدمروا محلي. وبتفضل تكسر في محتويات المحل وبتفضل تندهها وتقول لها يا مرات الساحر أنا زهقت منكم. في نفس اللحظة راحيو شايفة كل اللي بيحصل، وفجأة بتشوف تعبان معدي من تحت رجلها ورايح ناحية أم ريري، وساعتها أم ريري رجلها بدأت تألمها ووقعت على الأرض. ولما بنتها والناس اللي حواليها بيتلموا بيلاقوا رجلها بدأت يطلع فيها جروح ودمامل. وبالليل الجيران بيروحوا لعند منزل راحيو وبيفضلوا يخبطوا ويقولوا لهم اخرجوا يا سحرة، وراتمة بيجي ويهديهم، والناس بتقوله تعالى انت كده على جنب وما تتدخلش. وراحيو بتنزل من غرفتها وكانت رايحة تفتح الباب، وبتلاقي أمها قاعدة جنب الباب وشكلها خايف، وبتمنع راحيو إنها تفتح الباب. بعدين جارهم سورفو بيجي وبيسأل الناس في إيه متجمعين هنا ليه، وشخص من الجيران بيقوله إن في ناس كتير اتأذت من ساعة ما الست دي رجعت هنا، وإنها زوجة ساحر وهي اللي رمت عليهم تعويذة. سورفو بيقول لهم اذكروا محاسن موتاكم وبلاش تتكلموا في حاجة فاتت، وبيقول لهم إن زوجة سميدي وبنته رجعوا هنا عشان يكسبوا لقمة عيش بالحلال، عشان كده بلاش تضايقوهم وسيبوهم في حالهم. وبيقول لهم بلاش تعملوا نفسكم صالحين، أنا عارف إن في منكم مسخر جن في خدمته، والشخص اللي كان بيكلم سيرفو هو اللي مسخر الجن اللي شايفينه قاعد في محله. والراجل ده بيقوله لو حصل لنا أي حاجة أنت المسؤول. بيسمعوا كلام الراجل الكبارة وبيمشوا من المكان. في نفس الليلة راحيو بتشوف سرب من الخفافيش فوق منزلها وعينها بتقفل لثانية، ولما بتفتحها بنلاقيها اتحولت كلها للون الأسود. وبنشوف التعبان رايح عند أم ريري وبيلف حوالين رقبتها وبيخلص عليها. ولما ريري بتفتح الباب وكانت جايبة لأمها أكل بتتصدم لما بتلاقي أمها اتكلت على الله. وتاني يوم الصبح الجيران بيتجمعوا عند منزل أم راحيو وبيلوموا أمها على وفاة أم ريري. وسورفو بيقول لهم حتى لو سميدي كان ساحر وبيتعامل مع الجن هو دلوقتي مات، وراحيو وأمها ما يقدروش يتسببوا في أذى لأي حد ولا يعرفوا يعملوا أي حاجة. وشخص من الجيران بيقوله احنا سيبناك تدافع عنهم قبل كده بس دلوقتي مش هنسمح لك ولازم العدالة تاخد مجراها. وسولفو بيقول لهم يعني هتعملوا ايه، هتقطعوا راسهم هم كمان؟ وفي ست بتقوله لازم الأول يعترفوا بغلطهم وبعد كده نحدد ايه هي عقوبتهم. ساعتها راحيو بتتضايق جدا وبتتكلم بعد صمت طويل وبتقول لهم انهم مش هيعترفوا بحاجة ما عملوهاش وما لهمش ذنب فيها. بعدين بقى عصبيتها بتشتغل وبتقول لهم يطلعوا بره بيتهم وبترمي عليهم الحاجات وبتقول لهم يعني البيت بيت ابونا والغرب يطردونا. وراتمان بيحاول يهديهم وسورفو بيقول لها محدش يقدر يخلي شخص يقول انه عمل حاجة هو ما عملهاش، وكمان ما يقدروش يبلغوا الشرطة عشان ما عندهمش دليل. وبيقول لهم ان ربنا هو اللي عالم بيكم ان كنتم بتستخدموا السحر او لا، وعشان كده لازم امك تقسم قسم بكنج. وراحيو بتقوله انها هتعمل كده وتثبت براءتهم. وشخص من جيرانهم بيقول عايزين امك هي اللي تقسم عشان ام ريري ماتت بعد خناقتها معاها وموتتها كانت غريبة. وسورفو بيقول لهم لو ام راحيو وافقت تأدي القسم وطلعت بريئة مش عايز حد فيكم يفتح بقه بكلمة ولا يضايقهم. بعد كده بيوافقوا على كلامه وبيمشوا. وتاني يوم سينتوت بيزور سورفو وبيقول ان المحلات التجارية كلها عايزة تطهير ولازم تطردوا راحيو من المكان. سورفو بيقوله لازم دليل وقسم بكنج هو الدليل. وسينتوت بيقوله انه هيخلي كده الامور تبقى اسوء وبيقوله ان ممكن تكون انت الشخص اللي راحيو بتواجهه. لما بيعترض على كلامه سورفو بيقوله طب ليه بتتكلم عن ثروة أبوها دلوقتي؟ أنت مش شايف المشاكل اللي راحيو فيها؟
وفي نفس الليلة كل الجيران بيتجمعوا في المسجد عشان يحضروا القسم، ورحي وأخوها في المنزل، وبنشوف رحي وهي ماشية بطريقة غريبة. بعدين بنروح للمسجد وبنشوف طقوس القسم، ودي حاجة غريبة شوية، عشان تقسم بيلفوها في كفن، وسيرفو بيطلب منها تكرر القسم وهي بتعمل اللي قالها عليه، وبتغمض عينها وبتلاقي نفسها في بعد تاني. وفي نفس الوقت بنروح لرحي وبنشوفها بتصلي في غرفة الصلاة، وبنرجع تاني لأمها بعد ما دخلت في البعد التاني وبتشوف جوزها الميت بيعمل طقوس. وبنروح لرحي وساعتها عالم الجن بيظهر وراها في غرفة الصلاة، وأمها وهي في عالم الجن بتتلبس وبيسكن جسمها. وفي العالم الحقيقي بعد ما رحي بتخلص صلاة الجن بيستحوذ عليها وبتفضل تصرخ فيهم وهم بيسجدوا لها، وكده رحيو بقى ليها خدام من الجن. وأمها اللي في البعد التاني بتشوف رحيو وهي قاعدة والجن حواليها في خدمتها، وبتشوف دخان أخضر بيدخل جوه بقها، وبتصحى فجأة وكل الموجودين بيتخضوا، وسيرفو بيقول لكل الموجودين أديكوا شايفين صحيت أهي. وبنعرف إن القسم ده اللي بيقسمه هو كذاب بيموت والصادق بيعيش، وكله طبعا كلام فيستك. بعدين سيرفو بيقول لكل الموجودين يبطلوا يضايقوا رحيو وأمها، وبيطلب منهم يمشوا. وتاني يوم راتمان بيقول لها إنه سمع أشخاص في السوق بيقولوا إن في شخص هيشتري البيت اللي فيه غرفة الصلاة، وهي بتقوله كلها إشاعات. ولما بتروح بتشوف زوجة أبوها واقفة مع الناس اللي هيشتروا البيت، وبعد ما بيمشوا رحيو بتسألها هم دول رجالة سينتيوت، وزوجة أبوها بتقول لها إن سينتيوت شخص كويس وهو اللي ساعد أبوكي يتوب. ورحيو بتقول لها أنت وافقتي على كلامه إن أبويا كان شخص سيء عشان كده كان محتاج توبة. وأمها بتقول لها إن أبوكي كان بيستخدم السحر الأسود وهي كانت عارفة حتى قبل ما تتجوز. وبتقول لها إن أثناء القسم الجن اللي أبوكي كان مسخره كان بيطاردني. ورحيو بتقول لها إن سانتيوت هو الشيطان الحقيقي. وفجأة رحيو عينيها بتتحول وبنشوف جن واقف وراها وبيتحكم فيها، وبتقول إن عمها اللي بيبان على طول إنه مقدس هو شيطان حقيقي. وبتقول لها إنه هو اللي خطط لقتل أبوها. وفي اليوم اللي الناس طردتهم من منزلهم كان في شخص واحد بينهم مصاب في ودنه، لأن هي لما شافت الملثمين بيضربوا أبوها عضت واحد منهم في ودنه. وبتقول لأمها بطلت تصدقي إن سانتيوت شخص مقدس وإلا مصيرك هيبقى زي أمي الحقيقية. بعدين بتفقد الوعي، ولما بتصحى بتلاقي الليل ليل، وبتروح للمحل اللي شغالة فيه وبتعتذر لصاحبها بس مش بتقبل اعتذارها وبتطردها. رحيو بتحس باليأس والإحباط وبتروح لبيت الصلاة عشان تصلي، وفجأة بتلاقيه اتحول لمنزلها القديم، وبتطلع للدور التاني اللي فيه غرفة أبوها وبتفضل تعيط وبتفضل تفتكر الأشخاص اللي سخروا منها عشان أبوها ساحر. وساعتها بتلاقي راس أبوها اتحدفت ناحيتها، وده بيخليها متضايقة وعمالة تصرخ. وفجأة دخان أخضر بيخش في بقها وبتبقى ممسوسة. بعدين بيخرج تعبان من بقها وبيدخل منزلها، وبنشوف تعبان تاني بيخرج من بقها وبيروح لصاحبة المحل اللي كانت شغالة فيه وبيعضها في رجلها. وفي نفس الوقت أمها بتلاحظ التعبان على سريرها وبتهرب، وبعدين بتقف وتبص ومش بتلاقيه، وبتترعب لما بتلاقيه على رقبة ابنها وبتشيله من رقبته. ورحيو بترجع تفوق تمشي من غرفة الصلاة. وبعدين بنشوف أمها بتحاول تقتل التعبان، ولما رحيو بتوصل بتحاول توقفها بس هي بتزقها وتفضل تقتل التعبان. وفجأة بتلاقي نفسها قتلت ابنها مش التعبان. بعدين بتشوف روح جوزها الميت وبتترجاه يسامحها وبتقوله إنها تستحق الموت، وهو بيمد إيده وبيجبرها تخلص على نفسها. ورحيو بتحاول توقفها بس فجأة بتفقد وعيها، وزوجة أبوها بتخلص على نفسها. بعدين بنشوف رحيو في المدرسة الداخلية اللي سانتيوت بيمتلكها، وزوجته اللي اسمها أجنش بتقول لها انت هنا في أمان. ورحيو بتسألها هيطلعوا الجن اللي عليها زي ما عملوا قبل كده، وأجنش بتقول لها إن سانتيوت كان بيعتبر أبوكي زي ابنه الصغير عشان كده هو مش هيأذيك. ورحيو بتقول لها إن زوجك طمعان في فلوس أبويا، وأجنش بتقول لها إن سانتيوت غني ومش محتاج فلوس أبوكي، وهو مش غني بس في الفلوس ولكن كمان في العطف على الناس، عشان كده بنى المدرسة الداخلية وكمان عامل مرافق كتير في القرية وكلها مجانية. بعدها بنشوف أجنش قاعدة مع سانتيوت وبتقوله لازم تخلي رحيو تثق فيك
عشان تقدر تنقذها، وبتقوله إنها فاكرة إنها مرتبطة بغرفة الصلاة اللي أبوها كان بيمارس فيها السحر، وفي شيء في الغرفة دي بيشدها ليه. وفي نفس الليلة بنشوف روح أخو راحيو بتكلم أجنش في المنام، وبتصحى وبتصحي سانتيوت وبتقوله لازم تروح لغرفة الصلاة، وأول ما تروح هناك هتلاقي عصاية التعبان. وتاني يوم الصبح سانتيوت بيوصل لغرفة الصلاة ومعاه رجالته عشان يدوروا على العصاية. وفي نفس الوقت بنشوف راحيو بتقول لأجنش إنها مش هي اللي قتلت أخوها وزوجة أبوها، وإن التعابين كانت بتخرج منها. وأجنش بتقول لها أنت مالكيش ذنب في اللي حصل، الجن بيتلاعب بيكي. وبتقول لها إنها كانت زيها وهي صغيرة وما كانش عندها قدرة تسيطر على قوتها، وخدت وقت كتير لغاية ما عملت كده، وده بعد ما كان فيه ضحايا كتير من عيلتها. وسانتيو تساعدها وبتقول لها إن الجن بيدخل للإنسان من جانب الحقد والحزن والندم، وبيفضل يلعب بيه وبمشاعره وبيخليه يعمل حاجات هو ما يتوقعش إن هو يعملها، وبيدخل أجساد الناس دي ويسكنها، وإنهم بحاجة لتطهير جسدهم بالكامل. وفي نفس الوقت سانتيو بيشوف جمجمة مع بعض أدوات السحر وصورة لراحيو، وبياخدهم ويروح لسورفو وبيوريهم له، وسورفو بيتصدم لما بيشوفهم. بعدين رجال السنتيوت بيجيبوا له عصاية التعبان، وسورفو بيشوفها وبيحاول ياخدها منه، بس سنتيوت بيقوله يبعد عن راحيو وكل طلابه. وبعد شوية من نفس الليلة سنتيوت بيعمل جلسة طرد الجن لراحيو، بس راحيو بتشوف الراجل اللي قتل أبوها وبتقوله إنها مش هتسيبهم يمشوا، وسنتيوت بيرش عليها مية مقري عليها، والجن اللي جواها بيستحوذ عليها. وسنتيوت بيرمي العصاية في جردل مليان تراب، وكل المصابيح اللي في المدرسة بتنفجر والمكان كله بيضلم. بعدين بنشوف راحيو طايرة في الهوا وحواليها مجموعة من الجن، والدخان الأخضر بيدخل في بقها، وسنتيوت بيفكرها إنه عمها وعايز ينقذها، وهي بتقوله إنها عارفة إنه قتل أبوها. وسنتيوت بيقسم إنه ما قتلش أبوها، وهي بتقوله بس أنت عارف مين اللي قتل. وهنا بنعرف إن سورفو هو اللي كان طمعان في ثروة أبوها، وعشان كده عمل لها سحر، وهو اللي حرض ابن سانتيوت اللي اسمه وحيد وصديقه اللي اسمه حسني عشان يسرقوا عصاية التعبان من أبو راحيو. بعدين سورفو بياخد حسني صديق وحيد على جنب وبيقوله يخلص على أبو راحيو وما يقولش الوحيد ولا أي حد. بعدها راحيو بتقول لسانتيوت إن من الخطيئة إننا نداري على أخطاء الآخرين، وسانتيوت بيقول لها يا بنتي كلنا خطائين وبنطلب من ربنا يغفر لنا، وهي بتقوله بس أنا مش هغفر لك. بعدين بنشوف وحيد ابنه وهو ممسوس وبيفضل يضرب أبوه، ولما أمه أجنش بتحاول توقفه بيزقها وبيخلص على أبوه. بعدين وحيد بيفوق وبيتفاجئ إنه خلص على أبوه، وفجأة بيخلص على نفسه. وراحيو بتقول لأجنش إنهم يستحقوا الموت، وأجنش بتقول لها إحنا ملناش إننا نحدد مين يموت ومين يعيش، والموت والحياة بإيد ربنا. وراحيو بتقول لها يعني هما اللي ليهم الحق يقرروا إن كان أبويا يعيش ولا يموت. وبتروح عند أجنش وبتحاول تخلص عليها، وأجنش بتفضل تقرأ عليها. وبعدين الدخان الأخضر اللي جواها بيخرج، وبنشوفهم هما الاتنين بعد فترة عند قبر الناس اللي لسه ميتين. وأجنش بتقول لها إن خنزب شيطان شرير بيزعج الناس أثناء الصلاة، وبتقول لها سورفو استخدمه كوسيلة للسيطرة الكاملة عليكي، واستخدم كمان معاه جن كتير. وراحيو بتقول لها يا ترى هقدر أسيطر عليهم أو أطردهم؟ وأجنش بتقول لها سلمي أمرك لله وخليكي معاه، عشان الشياطين بتعيش في قلوب الناس اللي بتحب الانتقام والحزن والغضب، فلازم تتخلصي من الصفات دي. وبتقول لها لازم تقدري تحددي ازاي هتستغلي الهبة اللي عندك. بعدين بنشوف رتمان وبيقول لها انه اتولد هنا. وبكده بيخلص الفيلم. لو الملخص عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.